ليه دايما يا كابتن بيتقال ان الزمالك كعب عالي على بيراميدز؟ عشان النتائج بس، مفيش حاجه تانية يعني. ان النتائج دايما بتيجي في صالح الزمالك في الفترات الاخيره، لكن بيراميدز بيلعب كل المباريات بكل القوه امام كل الفرق يعني. ماتش الزمالك اللي فات كان فيه جول بزياده، يعني من رأي حضرتك اوف سايد، يعني في ناس كتير شافها اوف سايد، بس بعد ما الناس شافت الصوره حسينا سابقه، وفي ساعه اعاده كان رجليه برده على حسب اللي بيعمل الخط، يعني ممكن ساعات واحد بيعمل الخط كده وفي واحد بيعمل الخط كده، فاحنا مش عارفين هو عمل الخط ازاي. بيراميدز كان هو اللي مسيطر، بس مش هو الاخطر على الجون. الزمالك كان اخطر على الجون، اخطر، لكن مش لازم ان يبقى في حاجه مؤثره على الفريق تبقى خارجيه تخلي النتيجه تتغير. لكن في الاخر دايما انا بشوف انك عايز تكسب وتبقى موجود، سجل وهدف واعمل المبادره عشان تبقى انت ليك الاولويه خلص من بدري وتخلص من بدري زي ما بالظبط ما انت بتقول. لكن اكيد التحكيم مش حاجه ممكن ما تاثرش على النتيجه، لكن في الاخر احنا جوه بطوله وجوه منظومه كلها ممكن تبقى فيها الاخطاء وارده يعني. فاعتقد انه اهم حاجه في الموضوع ان هي ما تبقاش مقصوده يعني.